نعاودوا نرجعوا شويه لسنه 2011 وبالضبط في اليوم اللي صارت فيه هذه الجريمه. روس وصل الزوجه تاعو بيتسي لجلسه الكيموثيرابي تاعها، من بعد قال لها بلي راني خارج نروح نقعد شويه مع اصحابي، وكي تكملي عيطي لي باش نعاود نوصلك للدار. وبالفعل باتسي كي كملت الجلسه تاعها عيطت الروس وقالت له بلي اقعد خليك ثم مع اصحابك، انا بام راهي معايا وهي اللي راح توصلني للدار. في نهايه اليوم وكي روس كمل الجمعه مع اصحابه كان رايح للدار، بصح في وسط الطريق حس روحه بلي راه شويه جيعان، مالا دخل عند واحد من الحوانيت تاع الاكل السريع هذوك، شرا ساندويتش دا الفاتوره وراح. وكي وصل للدار وفتح الباب لقى هذاك المنظر اللي حكينا عليه في بدايه القصه. عاودوا دوك نرجعوا للمحامي اللي فتح هذيك القضيه، واللي كما قلنا لقى فيها ثغرات كبيره، ومن بين هذوك الثغرات كانت كاينه الفاتوره واللي تبين باللي الوقت تاعها كان 10 ليلا، يعني قبل ما تحدث الجريمه بساعه، يعني بالضبط راس كان عنده حجه غياب. المحامي لقى ثاني حاجه واحده اخرى ودليل اخر غريب بزاف، وهو اللي كان التامين تاع باتسي. بين باللي باتسي كانت دايره تامين على الحياه تاعها واللي قدره 150 الف دولار، بصح الحاجه الغريبه بزاف هو انه هذا التامين ما كانش باسم الزوجه تاعها راس، ولكن كان باسم بام الصديقه تاعها. وبالفعل بام استلمت هذا المبلغ بعد وفاه باتسي كما قالت الشركه للمحامي. المحامي قدم هذو الادله للمحكمه باش يتم الافراج على راس، واللي تاكدوا لاحقا بانه راس امضى 5 سنين في الحبس ظلما. تخيل. وهنايا تتحول التهمه لبام، خصوصا كي تاكدوا باللي بام كانت اخر وحده تشوفها باتسي قبل ما تموت. وبالفعل الشرطه قبضت على بام، وبام هذه اتهمت كاع التهم الموجهه ضدها، بصح لحسن الحظ كي راحوا حوسوا الدار تاعها لقاو باللي مازالت محتفظه بهذيك ال 150 الف دولار تاع التامين. وبعد الضغط على بام في التحقيقات اعترفت اخيرا باللي هي اللي نفذت كاع هذه الجريمه غير على جال باش تدي المبلغ تاع التامين. وفي المحاكمه تاعها واثناء نطق القاضي بالحكم عليها بالسجن المؤبد حاولت باش ترفد واحد القلم وتغرزه في الرقبه تاعها قبل ما يوقفوها. بام كانت راح تقتل روحها، ولكن لسوء حظها تمكنوا من ايقافها في اخر لحظه. هذه القصه هي دليل اخر تبين لك باللي الخيانه قادر توقعها من اي احد، وخصوصا اقرب الناس ليك. ما تنسوش الاعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناه. عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير.